السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يا جماعة معانا طقم السافلون هنشوفه مع بعض، وكمان هقول لكم على مميزات وعيوب السافلون، وكمان هقول لكم ازاي تعرفوا الاصل من المضروب، فخليكم معايا. اول حاجة معانا زي ما احنا شايفين كده الكرتونة بتبقى شكلها كده من بره ومكتوب عليها 10 قطع. بنفتح الكرتونة بيبقى في كرتونة تانية بس انا شلتها، ما جبتهاش يعني وانا بصور وانا بشيل الكرتونه كده بتبقى على الوش ومكتوب عليها برضو سافلون. دي محتويات الكرتونه زي ما انا قلت لكم بيبقى فيها 10 قطع، تعالوا نشوفهم مع بعض. اول حاجه معانا كده زي ما احنا شايفين دي المقلاه بتاعه الطقم. كل قطعه في الكرتونه بيبقى عليها الضمان بتاعها موجود كده، والاستخدام وارشادات وحاجات كده. وده شكل الطقم من ورا، الموزع الحراري بتاعه، صورة اللوجو بقى ازاي تعرفي الاصل من المضروب. صورة اللوجو بيبقى مكتوب عليها ميد ان تركي محفورة، يعني زي ما احنا اتفقنا بقى الناس اللي متابعاني لازم تكون محفورة من تحت ومكتوب عليها سافلون. دي اول حاجة، يعني صورة اللوجو تكون مكتوب عليها ميد ان تركي. هو الاصلي بيبقى تركي يعني بيبقى حلو قوي. فخليكم معايا بقى. دي تاني حاجة اهي، انا بطلع بطريقة عشوائية يعني مبطلعش الحلة الكبيرة او الحلة الصغيرة اللي بيجي في ايدي بطلعه. دي حلة اهي من الحلل، تعالوا نشوفها مع بعض. ده الغطا بتاعه استانلس، وانا بفضل زي ما قلت لكم في اي طقم يكون الغطا استانلس عشان بيستحمل معانا وبيعيش معانا فترة طويلة. شكل الحلل زي ما احنا شايفين اهو من بره، ده البومبي، الشكل البومبي عشان هو نازل منه شكلين. في حلل سافلون مربعة، وفي حلل اللي هي النظام اللي انتوا شايفينه النظام البومبي ده. وده شكل الغطا زي ما احنا شايفين كده، والايد بتاعتها مصنوعة من الستانلس زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان في ناس بتقول من اهم عيوبه ان من جوه لو لاحظتوا هتلاقوا في الايد ماده لجوه ممسوكه بمسامير من جوه او حاجه زي كده. ده مش عيب خالص، عشان في ناس ما بترضاش تشتريه بسبب الحته دي، بيقولك بيلزق فيها اكل. ما بيلزقش فيها اكل خالص، وده عن تجربه. وناس مقربين مني جدا استخدموا الطقم بقالهم سنتين، وسالت ناس كتيره جدا يعني مفيش الكلام ده، مفيش حاجه بتلزق في الايد زي ما انتوا شايفين من جوه كده. واول اصلا ما بتستخدميه وبتغسليه مش هتلاقي بواقي اكل، بس انت بس اغسلي بذمه وضمير كده مش هتلاقي فيه اي بواقي اكل ولا اي حاجه من الكلام ده. تعالوا نتكلم على اهم مميزات طقم السافلون. اول حاجه طبعا ان هو صحي، يعني كلنا عارفين ان الجرانيت وخصوصا جرانيت السافلون يعني ان هو صحي. تاني حاجة ان السمك بتاعه كويس مناسب للطهي، بيوزع درجة الحرارة بشكل جيد. ايه كمان يعني في مميزات حلوة كتير، ان هو معمول بطريقة اصلا صحية زي ما انا قلتلكوا زي ما احنا شايفين كده. بالنسبة للعيب الوحيد اللي أنا قُلت لكم عليه، اللي الناس بتتكلم عنه إن إيده فيها مسامير من جوّه أو حاجة زي كده، فده مش عيب خالص، وزي ما قُلت لكم اغسلوا بذمة وضمير مش هيبقى فيها أي حاجة. وكمان هو في عيب واحد بسيط ولازم أقوله لكم، لإني سألت ناس كتير. هو العيب البسيط إن هو لمّا مثلًا هتعملي رز تحطي الشعرية بتفضل وقت عَبَل ما تحمّري الشعرية، هو ده بس بياخد وقت. إن أنتِ مثلًا هتحمّري حاجة أو هتقعدي تقلبي في الرز، بتعملي شعرية، بتعملي مش عارفة إيه، بياخد وقت بس عقبال ما الحرارة إن هي توصل للأكل اللي فوق، هو ده العيب الوحيد. لكن سألت ناس كتير جدًا زي ما أنا قُلت لكم استخدموه ممتاز، سافلون ممتاز، ممتاز وحلو أوي. لو أنتِ ناوية تشتريه وحد قال لِك على أي عيوب فيه، هو ما فيهوش عيوب غير العيب الوحيد اللي أنا قُلت لِك عليه، إن هو بياخد وقت عقبال ما الحاجة اللي فيه تسخن، بس هو ده العيب الوحيد اللي فيه. وإن هو العيب دوّة يعني ممكن نتفاداه يعني. عايزة أقول لكم على حاجة، إن أنتِ أول ما تجيبيه لسه هتستخدميه يعني، ادهنيه بزيت وممكن تسيبيه كده. وفي ناس برضه بتقول لِك إن أنتِ تحطّي الزيت على البوتاجاز بس ما تسيبوهوش إن هو يقدح يعني. يعني أول كده ما تحسّي إن هو سِخِن تسيبيه بقى، تدهنيه بزيت من جوّه بس اوعي تدهنيه من برّه، وتسيبيه 24 ساعة قبل الاستخدام. والطاسة اللي أنتِ لو هتقلي فيها حاجة سيبي الزيت فيها، يعني حُطّي الزيت فيها كمية من الزيت كبيرة وسيبيها 3 ساعات قبل الاستخدام، زي ما اتفقنا بقى كده. ده يا جماعة بقى كان طقم السافلون بيتكون من 4 حلل، ومعاه طاجن، وكمان معاه مقلاة زي ما احنا شايفين كده. وده شكله في منه ألوان كذا لون، وكمان في الشكل اللي أنا قلت لكم المربع، وفي الشكل البومبي ده. لو أفدتكم وعجبتكم الحلقة يا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعموني بالاشتراك، هيفرق معايا كتير. هعمل لكم جولات تانية كتير، واللي عايز أي حاجة يكتب لي في الكومنت.